لو عمرك ما فهمت يعني إيه كود زي ده، الفيديو ده عشان الموضوع بسيط جدا في دماغك. نقدر نتعلم المتغيرات كباسم خطوة بخطوة من غير أي تعقيد. يعني متغير ببساطة متغير يعني مكان ما تحط فيه قيمة زي ما بتحط اسمك في الموبايل. الكمبيوتر كمان بيحفظ ويحفظ القيم علشان يستخدمها بعد كده. أديك مثال بسيط. عندك مثلا هنا عملنا متغير اسمه نيم وحطينا جواه الاسم علي. بعد كده طلبنا من بايثون طبعا فيه. ونجيب برضه مثال بالأرقام وليكن مثلا إيه، نكون مثلا 18 حاجة 19 مثلا. تكتب بين النظام يطبع لك إيه 19. المغاية مش الكلام بس، نقدر نحفظ بيه أرقام ونستخدمها مش ليه. ونديك مثال كمان بسيط كده، نجمع بينهم الاتنين. الكود بسيط بس ده أساس أي برنامج هتكتبه قدام. قواعد سهلة بتتغير، خلي بالك من الحاجات دي. يبدأ بحرف بيبدأ بحرف مش مسافة، استخدم أسماء واضحة. يعني على سبيل المثال كلمة شريف، مثلا ماي، المسافة مين، يبقى اكتب لي برين، تعمل رن، هيطبع لك خطأ. ليه؟ مفيش حاجة اسمها مسافة. تاني ليه؟ وحتى أعمل لك شرطة حمراء على ماي، أنت لازم تحط شرط خاص هنا. تكتب ماي مين، ماي مين، هيطبع لك على كشف المسافات. نقطة. ليه المتغيرات مهمة؟ من غير متغيرات مفيش بيانات.